من وجه رسول الله حتى لا أتكلم معه عن خديجة بعد اليوم. أنا فقط أنتظر الغضب يطفأ ووالله لن أذكر له خديجة بعد اليوم. قال يا عائشة والله 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 ما أبدلني الله خيرا من خديجة. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. زينب هي البنت الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل إليها أبي العاص ابن الربيع ويطلب من النبي أن يتقدم إليها كي يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنها فإن أذنت أزوجك إياها. اسمع، النبي يقول أستأذنها، لا يريد النبي أن يجبر ابنته على الزواج. اليوم كم من النساء تصل إلى مرحلة العنوسة بسبب كبر الوالد، بسبب كبر الوالد. لن تتزوجي إلا ابن عمك، لا يجوز لك شرعا أن تجبر ابنتك على الزواج ممن لا تطيق، لا يجوز لك شرعا أن تجبر ابنتك على الزواج مما لا تحب. فإن كانت لا تحب ابن عمها لا يجوز لك أن تجبرها. إن كانت لا تحب هذا الشاب لا يجوز لك أن تبقيها في البيت مسكينة حتى يتقدم إليها الخطاب واحدا تلو الواحد واحدا تلو الواحد، وأنت لا تريد إلا ابن خالها، لا تريد إلا ابن عمها. لا يجوز لك، لا يجوز لك إلا إذا رأيت أن في زواجها من ذلك الرجل ضررا في دينها، ضررا في عقيدتها، فيحق لك أن تتدخل. أما أن يأتي شاب ما معه مال، لا، لأنه صاحب دين لكن ليس معه مال، وتجبر ابنتك على أن لا تتزوجه، لا يجوز لك. يأتي رجل فاسق يشرب الخمر وابنتك تريد الزواج منه، يحق لك أن تقف كولي أمرها أن تمنعها. لكن أن يأتي لها شاب مسكين صالح، شاب يريد العفاف يريد الزواج، والله لأنه ليس ابن قبيلتنا، ولأنه ليس من حسبنا، ليس من نسبنا، نحن أصحاب مال وتجارات وعقارات، وهذا رجل مسكين وهي تريده، لا يجيز لك أن تجبرها على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أستأذنها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب قال إن أبا العاص يريد الزواج، يريد الزواج منك، فلم تجب، لكنها ضحكت واحمر وجهها، وكان سكوت المرأة يومها رضا أنها تريد الزواج فتزوجت. لكن كم من الناس من يتزوجون، لكن القضية ليست في الزواج، القضية هي ما بعد الزواج، حينما تبدأ الفتن وتبدأ الاختبارات وتبدأ المشاكل. أما عن الزواج فكل الرجال يريدون الزواج، لكن ليس كل الرجال أوفياء، كل النساء يريدن الزواج، ولكن ليس كل النساء يضحين من أجل أزواجهن. الآن بدأت مرحلة صعبة تزوجها، فبدأت مرحلة صعبة. بعث النبي، زواج زينب من أبي العاص كان قبل بعثة النبي، الآن بعث النبي، فدخل أبي العاص على زينب فقالت له يا أبا العاص إن الله قد بعث أبي نبيا، إن الله قد بعث أبي نبيا وأنا لا أكذب أبي أبدا. فقال لها هل عذرتيني؟ قالت بما أعذرك يا أبا العاص؟ قال أخشى أنني إذا أسلمت قال عني أهل قريش أنني أسلمت من أجل زوجتي، فهو ما رضي. قال أخشى أن يقال غير دينه من أجل زوجته، فهل عذرتيني؟ قالت اسمع إلى المرأة التي ضحت لكنها تريد أن تضحي لأمر ستعرفه. قالت يا أبا العاص وإن لم أعذرك أنا فمن سيعذرك؟ يا أبا العاص إن لم أعذرك أنا فمن سيعذرك؟
الآن بعدها رفض أن يسلم، قالت له هل لك أن تسلم؟ قال لا أريد أن أسلم. جاء الآن موعد الهجرة، اختبار ثاني بعد بعثة النبي وهو الهجرة. فذهبت زينب إلى رسول الله وأذنت أن تبقى مع زوجها في فترة الهجرة. ثم اختبار ثالث جاء بعد ذلك غزوة بدر، وإذا أبي العاص يقف في مواجهة مع جيش قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. أي اختبار هذا؟ تزوجها قبل الإسلام، جاء الإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين جديد طمس كل الجاهلية قبل ذلك، والآن هو في معركة ليواجه النبي ولم يسلم بعد. وإذا بزينب تبكي، وإذا بزينب تبكي وتقول اللهم إني أخشى أن أفقد أبي أو أن ييتم ولدي. ثم رفعت يديها إلى السماء ثم قالت اللهم انصر أبي واحفظ زوجي، اللهم انصر أبي. He looked at the sky. وإذا بعدما تنتهي المعركة وإذا بأبي العاص يؤسر عند رسول الله. أي اختبارات هذه، أي محن. هذا الذي يطلق زوجته لأجل مال، هذا الذي يطلق زوجته لأجل الدنيا، هذا الذي يطلق زوجته من أجل قريبته، هذا الذي يخون زوجته، هذا الذي عفه الله عن الحرام لكنه يذهب إلى المواقع ويذهب ليتعرف على هذه وعلى ذل، يخونها وهي على ذمته، يخونها وهو على ذمته. أسر زوجها عند رسول الله. ماذا صنعت؟ قالت كافر، قالت أتركه. وإذا بها تبحث عن شيء لتفتدي به أبي العاص. وكان معروف يومها قبل أن تأتي النصوص بعد ذلك أنهم كانوا يفتدوا الأسرى، أي أنهم كانوا يضعوا شيئا، يدفعوا شيئا فيفتدوا به الأسرى. فأرادت الآن زينب أن تفتدي بزوجها أبي العاص، فأرادت أن تبحث وأن تبحث فما وجدت إلا عقد قديم لخديجة. كانت خديجة قد أهدته لزينب، فأخذت العقد وأرسلته إلى رسول الله لتفتدي أبي العاص. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ليفتدي الأسرى، فيمر عليه فداء رجل ثم فداء رجل، فلما مر عليه العقد نظر إليه وقال والله إن هذا عقد خديجة أعرفه، والله هذا عقد خديجة أنا أعرفه. من الذي أرسله؟ قالوا أرسلته زينب، أرسلته زينب لتفتدي بأبي العاص. فطلب النبي من الصحابة أن يفدوه فأطلقوا سراحه. ثم أخذ النبي العقد وهو ينظر إليه وهو يعيد ذكريات خديجة. أرسله مع أحد الصحابة وقال له أعطه لزينب وقل لها إن أباك يقول لك لا تفرطي بعقد خديجة، إن أباك يقول لك لا تفرطي بعقد خديجة. بعدها جاءت النصوص لرسول الله، وهنا الاختبار الأعظم أن يفرق بين المسلم والكافر. قبلها كان يحق للمسلمة أن تتزوج كافر، إلى بعد غزوة بدر انتهى الأمر. إذن لابد أن يفرق، وإذا كان الأمر من الله فلا بد أن يطبق في بيت النبي قبل البيوت التي بعدها، حتى ولو كان زوج البنت الكبرى لرسول الله. قال يا أبا العاص إني أريد أن أحادثك. قال يا أبا العاص إن الله قد أمرني أن أفرق بين المسلم والكافر، فهلا رددت علي ابنتي؟ رد علي ابنتي. قال أردها لك. فعاد أبي العاص إلى زينب قال يا زينب أريد منك الرحيل،
إلى بيت والدك رسول الله. قالت: وما ذاك يا أبا العاص؟ قال: يا زينب، إن الله قد أمر نبيك أن يفرق بين المسلم والكافر. فقالت له: يا أبا العاص، هلا أسلمت؟ ما زالت تحاول معه. تخيل معي 20 سنة صابرة على أمل أن يسلم. 20 سنة صابرة مع كافر على أمل أن يسلم أبي العاص، حتى لما نزل النص الصريح أن يفرق بين المسلم والكافر ما زالت تحاول، لعلها محاولة أخيرة. قال: يا أبا العاص، هلا أسلم؟ قال لها: لا أسلم. فعادت إلى بيت والدها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل انقطع الأمر؟ تخيل معي أنها بقيت 6 سنوات يتقدم لخطبتها وجهاء الصحابة وهي ترفض على أمل أن أبي العاص يوما سيسلم ويعود. تخيل معي وجهاء الصحابة يريدون خطبتها وهي تقول: لا، على أمل أنه قد يعود يوما ويسلم. تمر الأيام، تلو الأيام، وإذا بأبي العاص يعود إلى النبي فجرا ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، هلا رددت إلي زينب؟ هلا رددت إلي زينب؟ اقرأوا عن قصص الحب ما شئتم، لن تجدوا أعظم من قصص حب الصحابة، لن تجدوا أعظم من قصة حب النبي لخديجة. حدثوا أولادكم أن هذا الحب، لا تعلموهم حب اليوم، لا تعلموهم حب الجامعات، لا تعلموهم حب الإنترنت، لا تعلموهم حب الشوارع، لا تعلموهم حب المقاهي. علموهم أن هذا الحب الحلال هو الذي يدوم، هذا هو الحب الذي لا يدوم. إذا أردتم أن تقرأوا على أبنائكم قصص الحب والغرام فاقرأوا عليهم قصص هؤلاء العظماء. 6 سنوات ترفض أن يتقدم إليها الصحابة ليتزوجوها وهم صحابة، وهي تنتظر كافر أن يسلم ليعود إليها. أي حب هذا؟ أي حب هذا؟ فعادت زينب زوجة إلى أبي العاص، لكنها بعد ذلك ماتت. فبكى يومها أبي العاص بكاء شديدا، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي العاص، ثم قال أبي العاص: يا رسول الله، والله إني لا أطيق الحياة بعد زينب، والله إني لا أطيق الحياة بعد زينب. اسألوا من فتشوا وظفروا بذات الدين، فتشوا واسألوا من تزوجوا بزوجة صالحة ثم ماتت هذه الزوجة، والله إنهم لا يطيقون البقاء في الدنيا، لا يطيقون البقاء في الدنيا بعد رحيل أزواجهم. واليوم بعض الشباب وبعض من يتزوج لأنه بعد عن الدين وأراد الجمال، بعد عن الدين وأراد الحسب، لا يطيق الحياة مع زوجته في الدنيا، لا يطيق الحياة بجوارها في الدنيا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة ل4: مالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تخيل معي أن رسول الله استخدم أعظم تعبير في اللغة العربية، قال: فاظفر، أي من الظفر، كالذي يريد أن ينحت في الصخر، كالذي يريد أن ينحت في الصخر. فهذه وصية أختم بها للمقبلين على الزواج، ولمن أرادوا أو من يعتقدون
أن الزواج يأتي عبر القصائد وعبر الغزل وعبر الحب وعبر الغرام وعبر الإنترنت. كذبوا عليك والله، كذبوا عليك والله، خدعوك فقالوا والله إن الزواج لا يأتي إلا حينما يكون زواج مواقف، زواج مواقف، كما موقف رسول الله وكما مواقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصيتي إلى الشباب: اظفروا بذات الدين حتى لا تندموا في الدنيا وفي الآخرة. ووصيتي إلى الآباء: حنانيكم 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 حنانيكم